السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباراة سان داونز والهلال السوداني بنتيجة 1-1. ضحك السنين قسما بالله. بص، انا مش عارف ايه حظ الاهلي ده. يعني يروح كأس العالم للأندية، اول حاجة نبتديها كده، يرجع ورا، يروح بطولة افريقيا وهو الثالث في الدوري، تمام. يروح كأس العالم للأندية وهو الوصيف، يروح كأس العالم للأندية 2025 من غير حتى لو ما خدش بطولة. دلوقتي الهلال السوداني عنده المفروض يكسب 2-1 او 1-0 وهو اللي يصعد، وجات له ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة. سان داونز بيلعب كأنه بيتمشى والأهلي يصعد. ما حدش يقول لي لاعب لا. بص هي بركة. انا شاكك ان احنا مصر ربنا كريم عشان الأهلي. قسما بالله، حظ فوق الوصف. الهلال السوداني تحسهم كده اتكسحوا، دي مباراة الصعود وعلى أرضكم، وسان داونز سايب لكم الماتش وانتوا بتلعبوا بطريقه، والله العظيم يا اخوانا، يعني انا مذهول. ده الراجل وهو بيلعب الكوره، ضربه الجزاء، والله العظيم بتاع صن داونز بطبطب عليه بقول له ركز وانت بتشوط. يعني انت ولو بصيتوا في الجون وهو بيصدها، يعني بنط عليه عشان يصدها، ده نط قبل الكوره. يعني خدش اتفضل جيب جون. بس اقول ايه؟ مش بس ما حدش يقول لي، يعني مش عارف، لا والله يعني لو راجل صالح. انا هل الاهلي شاريه شيوخ كل سنه بتودهم الحج عشان يدعوا لها انها تصعد؟ انا ما اعرفش. سان داونز خايف ان الاهلي يصعد والاهلي صعد. وخلي بالكم والله ما بركش. سان داونز لو لعب الاهلي في الادوار اللي جايه، سان داونز هيشيل قبح. خدوا مني الكلمه دي، والله انا راجل زملكاوي ومحايد، انا ماليش دعوه من اللي يصعد، انا كنت بتفرج كاستمتاع وعارف ان سان داونز هيسيب الماتش. بس اقسم بالله سان داونز لو لعب الاهلي في الادوار اللي جايه، اللي هيشيل قبح رسمي. مفيش اي هزار، مفيش اي دلع، مفيش اي ضحك. يعني دماغ غريبه. الهلال السوداني يا عم العب. دي سان داونز والله بتتمشى قسما بالله. يعني يا نهار اسود، والله انا قاعد اتفرج بضحك على ايه؟ بضحك على الماتش اللي متساب، وهم جابوا فيك جون زي ما حصل مع الزمالك مع الترجي. الترجي جاب جون، كلنا قلنا بس فرحونا، وساب لك الجون عشان تتعادل، وبيديك ضربة جزاء عشان خاطر ما تبينش قصاد السوشيال ميديا او الفيفا انه سايب الماتش. وكسر، وانت لو بصيت على الكسره، كسرة واحد عايز ضربة جزاء، والاهلي يصعد. قسما بالله الاهلي هيمسك الهلال السوداني لو ما دخلش رقم قياسي جديد في دوري ابطال افريقيا في مصر، يبقى هو عالم ما بيعرفش يلعب كوره. يعني سيناريو غريب. لا بص، ما هو هي البطوله دي غريبه. تخيل كده ان الهلال السوداني يتعادل هنا. قسم، هتبقى اغرب سيناريو محدش يتوقعه خالص. يعني الاهلي محتاج يجيب فرق هدفين عشان يصعد. لو جاب فرق هدف تقريبا خلاص، وهي اصلا يعني الاهلي عايز 2-1 3 تقريبا، اهم حاجه يعدل 1-0 عشان يصعد. تخيل كده الهلال السوداني يتعادل، يعني والله العظيم قسما بالله ده بقى ضحك السنين. يعني الف مبروك للاهلاويه. ما اقدرش اتكلم اكتر من كده. انتوا عندكم سر ايه هو؟ ما اعرفش، ما تقولوش بقى ده لا في حاجه احنا ما نعرفهاش. هل كلام مرتضى منصور فعلا في عندكم اعمال ولا ايه بقى؟ دلونا على الشيوخ بتاعتكم طبعا عشان خاطر نعرف ونعمل زيكم. يعني سبحان الله، والله العظيم ما كان حد متوقع. والله ما حد متوقع. السيناريو كان في دماغنا ان فعلا الهلال هيكسب، بس حاليا يعني 80% الاهلي هيصعد. فالف مبروك لجماهير الاهلي. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده صراحه، تستحقوها. ما تفرطوش وما عندكمش بقى امل اللي هو ضعيف قصاد القطن الكاميروني، واثبتوا نفسكم وغلبتوا 4-0 بره ارضكم. خلاص مفيش يعني يقول ايه. يعني تستحقوها، وطول ما انتوا لو ربنا كرمكم وطلعتوا من البطوله دي او من الدور ده وصعدتوا للدور اللي وراه، يبقى حقكم تاخدوا البطوله. بصراحه انا راجل مصري وبقول لكم اللي فيها. انتوا تستحقوا البطوله دي لو طلعتوا من الهلال السوداني الماتش اللي جاي، وده بنسبه 80% انتوا طالعين. انا مش هتكلم في تشكيلات وفي حوارات، لان اصلا الماتش متساب. ومش هقول لك ده تشكيل ده وتشكيل، لا. الهلال السوداني قسما بالله بيلعب بطريقه، يعني بطني بتوجعني. بطيئين بطريقه. مش عايز الخ كتير. لكل واحد اهلاوي اتشرف انك انت اهلاوي، عندكم رجاله ما سابتش الامل، وتستحقوها. الف مبروك ليكم.